هتكلم معاكم النهاردة بجملة مهمة سمعتها من بنوتة، وهي بتحكي عن تربيتها، عن علاقتها بأهلها، عن الطريقة اللي بيتكلموا بيها في البيت. باباها ماسك الموبايل بتاعه بيعمل في حاجة عايز يظبطها، فهي قالت له بابا هات لي الموبايل، أنا بعرف أعملها أعملها لك. لغاية دلوقتي كده الموضوع كويس. هو رد عليها قال لها إيه بقى؟ هو أنت قصدك إن أنا ما بفهمش؟ أنا على فكرة بفهم، وانا مهندس وافهم احسن منك. الديالوج ده يا جماعه او الطريقه دي في التربيه ده، غير ان البنت دي بتشتكي من وسواس، لانه طبعا الطبيعي ان انا لما اسمع كده هحس ان انا غلطت، وبعدين نيتي توجعني. هو انا قصدي اعمل حاجه؟ ده أنا نيتي حلوه، انا كويسه، انا مش قصدي حاجه. فاقعد افكر في نوايا كلامي والتاثير بتاع كلامي على الناس، اللي هو ما كانش في بالي خالص. اللي هو انا بالعكس، انا كنت عايزه اساعده، انا كنت شايفه ان انا بنت لذيذه وباره وطيوبه وروشه. طلعت بني ادمه بشكك في قدرات بابا او بهين قدراته. خد بالك بقى، هنعمم. فلما انا اكون متربيه بالطريقه دي، متربيه ان الكلام بيتأول، يجي لنا تليفون نقفل التليفون من هنا، دي طنطك فلان قصده، ده انت ما تفهمش هي قصده ايه، دي فلانه بتقول كذا عشان احنا عملنا اول امبارح كذا، دي عايزه كذا بس ما قالتش، وي 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 وي. طيب لو الموضوع ما جابليش وسواس، الموضوع هيجيب لي نوع من انواع الضمير اللي بزياده، اللي هو هيخليني طول الوقت حاسه ان انا مقصره، وطول الوقت حاسه ان انا غير كافيه، وطول الوقت حاسه ان انا ملامه. ممكن يخليني ما احبش الشخص اللي قدامي، ويبقى عندي صراع ما بين احبه واكرهه حتى لو كان بابا وماما. ان انا مش عايزه اصدق ان في ناس هتحبني، لانه اكيد انا في بني ادم احسن مني بتاخد بالها من كلامها، بتهتم بامور الناس وشانهم واحاسيسهم. فاحس ان انا لا استحق الحب، not deserving love. دخلنا في دايرة من المفاهيم الغلط. إن أنا بقرأ نوايا الناس، إن أنا شاطرة في معرفة نوايا الناس، وإن ما يخالف رأيي أكيد هو كذب وتحوير. وقبل كل ده إنه أنا بني آدمة مصادرة الصح والغلط، وإن الصح اللي بقوله وما خالف ذلك فهو غلط. وطبعا بابا وماما هيبقوا طول الوقت معظم نقدهم ليا وملامهم ليا على آرائي. طيب ده يخليني ممكن حسب بقى البرسبشن بتاعي وحسب ادراكي للموضوع، يا انا هكره خالص الكلام وابقى جبانه واسكت وابلع رايي وما بقاش لي اي وجود في الحياه، وابقى طول الوقت حاسه ان انا مفعول به. يا اما ان انا هبقى عنيده وصوتي عالي، واسمي نفسي بقى صاحبه قضيه، ويبقى قضيتي ان انا خالف كل الناس عماله على بطال، وان مجرد اقول حاضر وايوه ده عيبه كبيره جدا في حقي وتنازل في كرامتي لا اقبله. وده هيأثر يا جماعه في الشغل، وهيأثر في الجواز، وهيأثر في التربيه، وهيأثر في حاجات كتير قوي. فناخد بالنا من الديالوج ده، انه انا حتى لو انا فهمت حاجه جرحتني، فاقول لها انا وصل لي كذا، انا وصل لي ان انت كانك بتقولي لي كذا، هو انت شايفه ان انا كذا؟ فهي تقول لك لا يا بابا، لا طبعا اكيد ده انا بعمل كذا. خلاص اقول لها ماشي حاضر صدقتك، لكن انت قصدك واملي عليها اللي انا شايفه، وابدا البنت تدافع عن نفسها. او طبعا البنت في الحاله دي راحت داخله اوضتها وقفلت على نفسها الاوضه، واصبح هنا الحديث بينها وبين نفسها بقى اللوم والعتاب ولا كان قصدي، لا مش قصدي، لا كان لازم اقولها، لا ما كانش لازم اقولها، اصل نبره صوتي، اصل نظره عينيا. ونخش بقى في دايلما من الافكار المتزاحمه المتناقضه اللي بتضغط عليا واللي بتاثر على علاقتي باهلي. وكنا اتكلمنا قبل كده في فيديو عن الطم، اللي هو نظرية التعقل، اللي هي theory of mind، اللي هي بتحدد من ضمن المحددات الأساسية لعمرك النفسي. فهنا سيدي الأب، لما حضرتك تبقى بتقرأ تصرفات الغير وبتصادر على هذا التصرف وبتقول انت قصدك كذا كذا او كذا او كذا، انت كده يبقى نظرية التعقل دي مش شغالة. او تبقى بتستخدم ديفنس ميكانيزم او
وسيلة دفاعية اسمها الإسقاط، فيبقى أنت اللي عندك مشكلة في ثقتك في نفسك وفي تقديرك لقدراتك وبتسقطها على الآخر. طيب لما البنت تفهم كده أو يقرأ كده الصغير، طب ما أنت بتبقى في العلاقة بعد كده صعب قوي ان انت تبقى الحامي، يعني انت ممكن تضرب احساس الامان عندي، خصوصا لو البنت دي صغيره. يعني البنت اللي قالت الكلام ده مش صغيره، لكن افرض ده حصل في حد 6 سنين و7 سنين، انا احساسي بالامان مش هيبقى مظبوط، لانه حاسس ان بابا بيقول كلام مش مظبوط. بابا بيقول كده ليه؟ انا لما بقول لاصحابي كده وبقول للناس كده وبقول لحاجات كده، وممكن احساسي كمان بالامان يتخبط. طبعا ده مؤثراته كتيره جدا في النمو النفسي. فيا رب ناخد بالنا من ديالوجنا مع اولادنا، وناخد بالنا وان احنا بنتكلم بلاش نبقى بنصادر الرأي الاخر او بنصدر احكام على اللي قدامي ان هو قصده كده او مش قصده كده. يا رب نكون استفدنا، ويومكم حلو.